أجنحة ديال الدجاج بطريقة جد سهلة والمذاق رائع. كذلك سلطة الكول سلو بالطريقة الصحيحة والأصلية ديالها. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة الشيف دلال. كما تلاحظوا عندنا واحد الكمية ديال الجوانح ديال الدجاج اللي غادي نسلقهم. كاين اللي كيبغي يسلقهم، كاين اللي ما كيسلقهمش، ولكن انا كنفضل هذه الطريقه. كنسلقهم بشويه ديال الجزر، شويه ديال البصله، شويه ديال الحامض، كذلك الربيع. هنا كنحيدوا منهم داك المذاق ديال الزفاره هكا. ولا ما بغيتوش تسلقوهم لكم الاختيار تغسلوهم مزيان هكا بالحمض والخل، راه كذلك طريقه صحيحه. غادي نسمهم باعشاب منسمه، كندير شويه الزعتر، شويه ديال اليازير، ورق سيدنا موسى، فلفله حاره. يمكن لكم تستعملوا المتوفر عندكم من هادشي. شويه ديال الملحه، كنعمر عليهم الماء الكافي وكنردهم فوق العافيه باش هكا يغلاو لينا واحد الغليه ولا جوج ونحيدوهم. غادي ندوزو نحضروا السلطه ديال الكول سلو كما ذكرت لكم، هي بطريقه الاصليه ديالها. ناخذ هنايا الشوبلون او المكور، كنخليو فيه داك العظم الوسطاني باش هكا ما يتفرتش لينا، وكناخذ الحكاكه الغليظه ماشي الرقيقه، وكنبقى نحك هكا بالعرض ماشي بالطول باش يخرج لينا هذاك المكور يكون رقيق. ولا طاحوا لينا هكا وريقات ولا شطوره كنحكوهم كما هو موضح في الفيديو حتى تنكملوا الكميه اللي عندنا. بالنسبه للمقادير يمكن لكم تستعملوا الكميه اللي بغيتو، وكذلك على حساب الافراد اللي غتوجدوا لهم هاد الوصفه هذه. من بعد ما حكينا المكور ديالنا كنشوفوا هكا الا طاحوا شي وريقات ولا شي حاجه كنحكوهم، ولكن داك العظم اللي تيكون لداخل ما كنديروش باش ما يمررش لينا السلطه. غادي نديرو نفس الطريقه للجزر. غادي نقطعوا الجزر ديالنا هكا يكون على جوج الا كانت الجزره كبيره، ونحكوه كذلك بالعرض باش ما يعطيش لينا هكا جزر يكون طويل تيجي قدو قد المكور. وكذلك ما كنحكوش العظم، كنخليوه في الوسط، كنبقاو نحكو غير الجزر هكا من الجوانب. طريقه موضحه في الفيديو، كنتمنى انكم تتبعوا هذه الخطوات باش تحصلوا على واحد النتيجه اللي تكون رائعه في الاخير. اخواني اخواتي، الى عجبكم هذا المحتوى بحال هذه الفيديوهات ما تنساوش انكم تشجعوني بلايك وكذلك تعليق. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك باش هكا توصلوا دائما بكل ما هو جديد في القناه. كما لاحظتوا راه حكينا الشوبلون وكذلك الجزر بهذه الطريقه الموضحه في الفيديو. كناخذ هكا واحد البصله تكون صغيره، كنقطعها قطع صغيره جدا باش هكا ما تمررش لينا السلطه وما نحكوهاش نهائيا، لانها غادي تطلق لينا المروره السلطه. انا هنايا قطعتها وغادي نزيد نهشيها هكا بالهشوار باش تكون رقيقه جدا. وكذلك الاطفال الا كانوا كياكلوها ولا اللي ما كياكلش البصله ما كتبانش نهائيا السلطه. انا هنا كنحاول انني نرققها مزيان وغادي نضيفها على السلطه ديالي. هنا للاشاره فقط، هاد الشرموله اللي غادي نستعمل في جوانح ديال الدجاج يمكن لكم انكم تضيفوها كذلك للدجاج بحال الفخاد، بحال السدوره، بحال اللدند. نفس الطريقه يمكن لكم ديروها، ماشي بالضبط غير الجوانح ديال الدجاج. هنا البصله ديالي من بعد ما ضفتها على دوك المكونات كنضيف عليها ملعقه صغيره ديال الملح، 2 حتى 3 ديال المعالق ديال الخل. الدور ديال هاد الاضافه انها كتطلق لينا داك الماء اللي في هاد المكونات باش ما تجيش لينا السلطه ديالنا فيها الماء. غادي نغطي عليها ونخليها تقريبا حتى لساعه حتى لساعتين في الثلاجه، وغادي ندوزو نوجدو نشوفوا الجوانح ديالنا فين وصلوا. من بعد ما غلاو واحد 2 غليات حتى 3 هكا كنحيدوهم من هذاك المرق. وهذاك المرق ما ترميوش، راه كيتوض في عده وظائف بحال كنمرقوا على الروز، على لي بات لي مالا. هنا غادي نصايبوا الشرموله اللي قلت لكم غادي نرقدوا فيها الجوانح، وكذلك الدجاج يمكن لكم تستعملوا اي طرف من الدجاج. كندير هنايا معلقه ديال الثومه، انا فايته طحناها وفايته مشاركاها معكم في الفيديوهات السابقه.
الثومه بالزيت ديالها، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه اللي هي فلفله حاره مطحونه، معلقه تكون كبيره ديال المطارد. هنا راه ما ضفتش الزيت لان الثومه فيها الزيت. غادي نخلط جميع هاد المكونات جيدا حتى يمتزجوا مع بعضياتهم، وغادي نضيف لهم الدجاج ديالنا او الجوانح ديال الدجاج بهذه الطريقه هذا، وكنحركهم جيدا باش ديك الشرموله تدخل فيهم. كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوهم ما مسلوقينش، تستعملوهم هكاك خضرين. هنا الدقيق فاش غادي نديروا الجوانح ديالنا كنضيف لهم الثوم بودره، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره. كيف يمكن لكم تضيفوا شويه ديال البصله بودره الا بغيتوا. كنوضع من بعد ما تيطرقدوا لنا دوك الجوانح واحد شويه في ديك الشرموله تقريبا شي ساعه او نصف ساعه، غادي نوضعوهم في هذاك الدقيق اللي وضعنا ليه ديك العطريه، وغادي هكا نغطسوهم جيدا في الدقيق حتى تيتلبسوا كاملين بالدقيق. والطريقه موضحه في الفيديو، كنتمنى انكم تتبعوا هذه الخطوات. كنبقاو هكا نسوسوهم جيدا من الدقيق بهذه الطريقه هذه، ونوضعوهم في الزيت اللي تيكون سخون، حيت انا هنايا ديجا سلقاهم، يكون الزيت سخونه غير كياخذوا واحد اللويين كيتحمروا هكا داك اللون المقرمش تيكون حمر صافي. وكنزولوهم كنبقاو نحركوا هكا نشوفوا اللون ديالهم لانهم هما طايبين، بغينا غير نحمروهم. ولا كان الدجاج ما طايبش ما مسلوقش غادي ديروا الزيت مهيله هكا حتى تيطيبوا لنا، عاد نرفعوا درجه الحراره باش هكا يتحمروا. اللون ديالهم تيجي بهذا الشكل هذا كما شاهدتوا. غادي نكمل الكميه اللي عندي حتى تنقليهم. هنا راه طفيت الاضاءه باش تشوفوا اللون الحقيقي ديالهم كما كتلاحظوا. هنا غادي ندوز نصايب لاصوص باش غادي نخلط السلطه ديالي. هنا كندير 2 حتى 3 الملاعق ديال المايونيز، معلقه كبيره ديال الخل، شويه ديال الملح، ملعقه كبيره ديال سنيده. يمكن لكم ديروا العسل اللي ما بغاش السكر سنيده. كنخلط جيدا حتى يوليو بهذا الشكل هذا، وكنجيبوا السلطه ديالنا من بعد ما خليناها في الثلاجه واحد الساعه حتى ساعتين استراحت وتلقات الماء اللي فيها. غادي تلاحظوا ان الماء اللي غادي يطلق كتير. هنا في المطاعم راه كيخليوها ليله كامله باش هكا تيجيو الغد ليه تلقاوها تلقات الماء اللي فيها وكتعطينا ديك النتيجه الرائعه اللي كناكلو. لاحظوا شحال ديال الماء اللي قطرت منها. هنا للاشاره ضروري باليد نديروا ليكات ولا نغسلوا يدينا مزيان. غادي نخلطها بديك السلطه، وهذه هي النتيجه النهائيه. انا هنا باش نرفع القيمه ديال السلطه ضفت لها شويه ديال الجوز اللي هو الكركاع وشويه ديال الزبيب، وهنا الجوانح ديال الدجاج كما تلاحظوا تيجيو فتيين مقرمشين والمذاق يا سلام. كنتمنى انكم تجربوهم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.